السلام عليكم. نستفتح حديثنا بالصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. موضوع اليوم هو عن السيدة خديجة، أول امرأة في الإسلام، وكيف كانت نشأتها ومن هو أبوها. أما عن السيدة خديجة فهي خديجة بنت خويلد ابن أسد في مكة، وكان أبوها ذا سلطان عظيم. وكانت خديجة رضي الله عنها فتاة جميلة ذكية مرحة فصيحة اللسان طيبة القلب، يحبها من يراها ويتعلق بها لعطفها وحنانها. وكان أبوها خويلد يمتاز بالسيادة والأمر والنهي، ويؤخذ رأيه في المشكلات، ولا تقضى الأمور بدونه. وعرف عنه أيضا بعطفه الشديد على الفقراء والمساكين، وعرف عنه أيضا الرحمة الواسعة بالضعفاء والمحتاجين. وكان أبوها يحبها حبا كثيرا، وكان يقول: ما أظلم أولئك الذين يكرهون البنات، أليس فيهن مثل خديجة؟ إنها ورب الكعبة ريحانة الدار وبهجة الأسرة ونورها الوضاء. وكان يحبها حبا كثيرا، وكان يتحدث إليها ويطيل الحديث معها، فكان حياؤها الشديد يمنعه من أن يفاتحها في شأن أولئك الفتيان الذين يطرقون بابه كل صباح ومساء يطلبون يدها، راغبين في زينة الدنيا من جمال باهر وحسب ظاهر ومال كثير. وذات مساء ازدحمت الدار بجماعة من كبراء القوم من بني مخزوم، وجاءوا لزيارة خويلد، وأخذوا بينهم بأطراف الحديث، وانتقلوا به هنا وهناك حتى انتصف الليل، فقاموا إلى دورهم. أما عن خديجة بعد ذلك فهذا ما سوف نعرفه في الحلقة القادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.